اللي يقدر يشد السيف ده هيبقى ملك البلد دي، بس بقاله 100 سنة محدش قدر يشده. فالملكة طلبت من كبير الخدم يعمل مسابقة لشد السيف. اللي يقدر يشده بوصة ياخد $1,000,000، وكل بوصة زيادة ب1,000,000 كمان، ولو حد قدر يشد السيف كله هتتجوزه. الناس اتحمست جدا بعد ما سمعت الكلام ده. واحد غني قرر يطلع يجرب على طول عشان كان فاكر انه مجرد سيف عادي، بس اول ما لمس السيف كهرباء قوية رمته على الارض. ست كانت بتتفرج عليه وضحكت وقالت انه فاشل، وبعدين طلعت المسرح وجمعت كل قوتها، بس مع كل ده ما قدرتش تشده غير نص بوصة. كبير الخدم اتأسف والست عرفت انها مش قد الموضوع. واحد تاني غني من الجمهور طلع على المسرح واثق من نفسه، حاول بكل قوته يشد السيف، لكن في الاخر شد 0.8 بوصة بس. الراجل الغني الاولاني اعجب بيه جدا. فجأة طلع راجل عنده 80 سنة وعايز يتحدى الكل، عشان هو كان زمان معلم كونغ فو كبير، كان واثق انه هيقدر يشد السيف. استخدم كل قوته فعلا، ولما شد 5 بوصات القوة اللي جوه السيف رمته على الارض. ساعتها فهم قد ايه السيف قوي. الراجل جري بسرعة يساعده وهو متأثر ان المعلم فشل. الراجل بكل بساطة شد السيف وادهوله. المعلم لما شاف كده ما كنتش مصدق، واقع على الارض ومات. الراجل على طول طلع الموبايل يتصل بالاسعاف ورجع السيف مكانه. الناس في الجمهور سألوه ازاي شد السيف. الراجل قال هو مش موضوع بسيط يعني. الست فضلت مصممة انه مستحيل. الراجل شد السيف تاني وسألها فين المستحيل في كده؟ الراجل الغني قال لنفسه طالما هو عملها يبقى انا كمان اقدر، وطلع المسرح يجرب، لكن السيف رماه واضطروا يشيلوه بره المسابقة. في الوقت ده ست لابسة فستان فخم وصلت للمسابقة. فجأة الراجل العجوز صحي جنبها. الراجل ساعتها فهم ان الست دي عايزة تتجوزه، فمستأجرة مجموعة ممثلين يساعدوه يعملوا المسرحية دي.